السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العرب حبايب قلبي، دي قناة ام احمد الجديدة، تانية خلاص مبقاش لها وجود. وقفوا معايا يا ولاد ودعموا القناة واللي باشتراك وشير. بالله عليكم تقفوا جنبي يا برج العقرب حبايب قلبي. انا عارفة ان انتوا بتحبوا ام احمد، فقفوا جنبي وشيروا الفيديو وكومنتات كتيرة. نصلي على الحبيب كمان نستغفر. لازم يا ولاد يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا قوة إلا بالله. في عندك موضوع أنت شايفه مش مشكلة، الناس بتجيب لك المشاكل وهي عندك. أنت بالنسبة لك أنت مش الموضوع ده، أنت مش مشكلة، ما عملتش في المشكلة. في ناس بقى بتوقعك أو بتدخلك، أنت ما بتعملش حاجة، أنت أطيب خلق الله، أنت بتقع في جوه المشكلة. وبصوا بقى العيون اللي بتربطك، يعني عين كده عينها جوه حياتك، ويا ريت قاعدة ساكتة، لأ، بتخبس كده وفيها خبث ومكر، لدرجة ان انت ملاحظ ان هما بيبصوا عليك، ان ده مركز معاك واحساسك صح. في منكم عنده شك في حاجة، والشك ده بيكون اكيد انت شاكك في موضوع، والشيء اللي انت بتشك فيه ده حقيقة. اللي بيشك في حاجة دي بتكون حقيقة. يعني الشك ده سبحان الله، وخصوصا الناس الروحانية لما بتحس بحاجة بتكون صح، بالرغم ان انت ما بيكونش في ايديك دليل وملموس. امشي ورا احساسك، انت شاكك في شيء والحاجة دي هتطلع معاك صح، ايا كانت كويسة وحشة، بس احساسك بيطلع مظبوط. لا اله الا الله محمد رسول الله. في عندك لقاء ليك وده قريب جدا مع شخص بقالك فترة كبيرة انت ما شفتهوش ولا كلمته ولا عرفت ولا تعرف حاجة عنه. اللقاء ده هيكون بالصدفة البحتة، انت مش مرتب له، ده تدابير، يعني ربنا هو اللي دبرها لك. ربنا يفرح بكم، يحصل فيه العتاب وامور كده، بس سبحان الله هيكون عندك صلح. انت مش هتفضل كده، في صلح بينك وبين الشخص ده. لا اله الا الله محمد رسول الله. التعطيل الموجود عندك ده هينتهي، حياتك واقفة وما فيش حاجة بتكمل، كل ده هيروح، كل ده هينتهي وهينتهي قريب. التعطيل اللي عندك ده كل ما بتاخد خطوة الموضوع بيقف، كل ما بتنوي تعمل شيء تلاقيه وقف بدون أي سبب، كل ما بتحاول تاخد خطوة لقدام بتلاقي نفسك ترجع 20 خطوة لورا. عندك تعطيل في أمورك بإذن الله هتمشي، بس لازم تاخد بالك. انت عندك آه، حد بيأذيك في أذى، والأذى ده من شخصية قريبة منك، وللأسف انت الحاجة دي أو الأذى اللي عندك ده من أقرب الناس ليك، وده اللي موقف لك حالك، ده اللي معطلك، ده اللي بيخلي مواضيع كتيرة بتقف وبدون أي سبب. حاول ان انت تحصن نفسك على قد ما تقدر. مفروض ان انت تعالج العرض او شوف السبب. حاول ان انت تعالج نفسك، حاول ان انت تحصن نفسك بالرؤية الشرعية وسورة البقرة يا ولاد، وسورة السحر نشغلها على طول، ايات السحر ابحثوا عليها على جوجل هتلاقوها. حصلوا نفسكم على قد ما تقدروا عشان تقدر تعالج نفسك، عشان ما يقعدش يشقلب السحر ده يشقلب حياتكم. ربنا يجعل جيتين في نحرهم. في عندك مشاكل مع أهل الشريك، مش كلهم، بعضهم مش حابين وجودك
جنب الشريك بتاعك، بيحاولوا ان هم يبوظوا حياتك بأي طريقة. فخلي بالك واحذر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي بالكوا كمان من صحتكم. في حد تعبان، ممكن يكون انت او حد عزيز على قلبك. خلي بالكم من نفسكم، من صحتكم. هيكون في شفاء، بس هياخد منكم شوية وقت، وفي الاخر هيكون في شفاء بإذن الله. في عندكم في عندكم منكم ناس نفسها في الحمل، نفسكم في الحمل. ربنا يديكم ويرضيكم. فيها بقى المعايرة والشماتة، وبتسمع كتير، وبتقعدوا تحطوا راسكوا على المخدة وتبكوا. صدقوني، ربنا هيديكوا ويرضيكوا. هيكون في رزق ليكوا، ربنا يرزقكوا ويديكوا ويرضيكوا. وكمان في رجوع المنفصلين، منفصلين مطلقين، كل واحد في مكان غير التاني. هيكون في رجوع، بس رجوع هيكون في تمن غالي. انت بقى قد التمن اللي هو يدفع، انت اللي تبقى عارف، وانت اللي هتقرر. بس خلي بالكم، الحية اللي بتلف وتدور هي صديقة، هي من حواليك، هي من دمك ولا من دم الشريك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انت عانيت أوي الفترة اللي فاتت بالفلوس. الحالة المادية بتاعتك ما كانتش كويسة، رغم ان انت ما كنتش كده. انت كان ما شاء الله، انت عندك فيه خير. خير من هنا للسنة الجاية. عندك رزق ومال وفير. عندك خير، وعندك أبواب رزق هتتفتح قدامك، وقريب جدا قدامها، هي خطوة واحدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خير وخير ما شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندك كمان تيسير أمور، وفك كرب، وتسديد ديون. كل شيء بيخص المال هيكون فيه انفراجة رهيبة. دايما المسؤولية اللي عليك دي بتكون أكبر من سنك أو فوق طاقتك، بس سبحان الله انت قدها. انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تكون قد المسؤولية اللي انت شايلها دي. يعني انت ما شاء الله المسؤولية عليك كتيرة. ممكن تكون أطفال بيت وعمل، في حمل أسرتك، أهل الله أعلى وأعلم. حمل وتقيل. انت أوقات بتحس بالتعب، بس بتستحمل وبتيجي على نفسك. ليه؟ لأن انت لازم تكمل. انت حابب تكمل في اللي انت فيه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حطوا اللايك لأولاد وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. انت خسرت حد عزيز على قلبك، وفقدانك ليه مؤثر عليك، مؤثر فيك. ان انت كل ما تفتكر الشخص ده ما بتبقاش فاهم ايه اللي حصل. مش عارف عدي الحاجة دي ليه، واقف على النقطة دي. مهما عدى السنين، الشخص ده مش هيخرج. ممكن يكون حبيبه بعد، او شخص وتوفى، والله اعلى واعلم. هو عزيز على قلبك لدرجة ان انت مش عارف تنساه. كل ما بتحاول ما بتعرفش، خلاص هو متربع جوه. ربنا يعوضكم بالخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس خلي بالكوا بقى من التعبان الكبير، عدو، وده قريب منك وانت بتطبطب عليه للأسف. انت مش عارف ان هو يضرك، ما تعرفش الأذى اللي جايلك من الشخص ده. حاول تفتح عينيك وشوف اللي حواليك عايزين منك ايه.
يعني تعبان ده انت مش عارفه، لان انت بتطبطب، استحالة هتطبطب على حد انت بتحبه. شخص كده مجهول وبيأذيك، وانت للأسف مسلم أمرك كله ليه. يا رب، يا رب، اتدرب يا رب. في عندكم كمان تغيير عتبة ليكوا، ممكن يكون عمل، ممكن يكون بيت، ممكن تكون في مكان هتروحوا، أو حاجة انتوا هتغيروها، ودي هتكون كبيرة، حاجة كده هتغير حياتكم. لما اتغير الحاجة دي اللي هتغير حياتك، هتكون موجود فيها رزق. ما تقلقوش، ده الرزق جاي لك من عند رب العالمين، ربنا يرزقنا جميعا يا رب. في كمان عندكم أوراق، ورق قضائي، ورق مهم، بس انت اللي كسلان، في كسل وخمول. في ورق المفروض ان انت تخلصه، بس الكسل فيك انت. اسعى ورا وقتك الورق ده وما تكسلش. الورق اللي انت هتخلصه ده هيكون في خير ليك، والله أعلى وأعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في عندك مكالمة قريب جدا من شخص كان في بينكم مشكلة، أو شخص انت ما شفتهوش بقالك فترة، وكنتوا في بعد بسبب مشكلة حصلت بينكم، واضطريتوا ان انتوا تبعتوا، او العلاقة بينكم باظت. هتجيلك مكالمة من الشخص ده، هيحاول ان هو يصلح فيها العلاقة ديت، بس القرار ده هيكون في ايديك انت، يا ترى هتقبل ولا لا. لان في منكم خلاص خدت القرار، وخدت خطوة بالنسيان، ان انت مش عايز تفتكر. والله اعلى واعلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا. ما شاء الله، يعني ربنا هيرزقك رزق، ورزق ما شاء الله. وعندك كمان خبر حلو جايلك، خبر هيسعدك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان في شخص انت كنت بتعتبره الأمان، السند، لو الدنيا مالت بيك يبقى هو في ظهرك، بس للأسف اكتشفته كلامه بس، أو هو فعلا خذلك. انت اتصدمت في شخص لدرجة ان انت لغاية منكو مش عارف تتعالج من الصدمة دي، او مش عارف تعديها، مصدوم صدمة عمرك في الشخص ده. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. في عندك مناسبة انت هتحضرها، والمناسبة دي انت هتقابل فيها شخص كنت بقالك فترة كبيرة انت ما شفتهوش، وهتنبسط. انت هتنبسط لما تشوف الشخص ده، لان كان في غياب بينكم، ما بتشوفوش بعض، ما بتتكلموش مع بعض، ما فيش تواصل بينكم. لما هتشوفه في المناسبة دي انت هتكون مبسوط. كمان انت مهمل في نفسك، خلي بالك من نفسك ومن صحتك. وجع الظهر اللي عندك ده، الصداع والإهمال الزيادة عن اللزوم ده في صحتك مش كويس عليك وعلى صحتك. ما تحاولوش تهملوا في نفسكم وفي صحتكم. لما تلاقوا نفسكم تعبانين روحوا للطبيب. حاولوا كده لما تلاقوا في نفسكم مضغوطة كده، حاولوا تخرجوا وتغيروا جو. لا إله إلا الله. مشكلتك برضو ان انت بتقفل على نفسك،